بيبدأ الفيلم في مدرسة الشاولين لتعليم الفنون القتالية، وبنشوف الطلاب وهم بيتدربوا على فنون القتال، والمعلم وونج صاحب المدرسة كان قاعد بيتفرج عليهم وبينادي على المساعد بتاعه وبيقوله ياخد باله من الطلاب عشان عنده مشوار مهم ولازم يتحرك دلوقتي. ومساعد المعلم وونج بينفذ الأوامر وبيروح للطلاب وبيكمل معاهم التدريب. وبنشوف واحد من الطلاب اسمه في، وفي ده بيكون ابن المعلم وونج صاحب المدرسة. وفي بيكون شاب طايش ومشاغب وبيفضل يهزر ويتريق على المساعد في التدريبات، وطول الوقت بيعمل مقالب في المساعد وبيضحك عليه الطلاب. والمساعد بيتخنق وبيتنرفز من اللي في بيعمله وبيقوله هو انت عشان ابن صاحب المدرسة هتفضل تتريق عليا؟ وفي بيقوله طول ما انت مقتنع بطريقة التدريب الغبية دي هفضل اتريق عليك. وراح في ضربه برجليه وموقعه على الارض وبيهزق المساعد وبيضحك عليه الطلاب كلهم. والمساعد بيقوم وهو متعصب وبيروح عشان يضرب في، وبنشوف ان في كان اشطر من المساعد بكتير وبيقدر بكل سهولة انه يتغلب عليه، وبيفضل يستفزه ويضحك عليه. والمساعد ساعتها مش بيقدر يعمله حاجة. وبعدها بيروح في لأصحابه الفاشلين اللي زيه وبيقعدوا ياكلوا في السوق بتاع المدينة، وبيشوفوا بنت جميلة اسمها لين وكلهم بيتجننوا عليها. وفي ما كانش عارف مين البنت دي لكنه بيعجب بيها وبيتراهن مع صحابه انه يروح يكلم البنت دي، وبيروح لها فعلا وبيفضل يعكسها وبيرمي تعبان صغير على الارض عشان يخوفها. ولما لين بتخاف من التعبان بيروح عشان يساعدها وبيستعبط وبيشيلها من على الارض، قال يعني بينقذها من التعبان. بس في اللحظة دي بتظهر ام لين وبتشوف في وهو حاضن بنتها وبتمسك في تضربه قدام كل الناس. وفي بيتعصب وبيشتمها هي وبنتها، واللي في ما كانش يعرفه ان ام لين تبقى معلمة كونج فو وبتقول له انا دلوقتي هعلمك درس عمرك ما هتنساه. وبتمسك في وبتنزل فيه ضرب وبيطلع انها محترفة وقدراتها اعلى منه بكتير. وفي كان متفاجئ من مهاراتها في القتال، وكل ما بيحاول يقوم عشان يضربها هو اللي بيتضرب. واصحاب في لما بيشوفوا في بيتضرب بيخافوا وبيجروا من المكان، وساعتها في بيقرر يمشي هو كمان احسن ما يتهزق اكتر من كده. وبعدها بنشوف شخص اسمه جيري، وجيري ده بيكون ابن واحد من اغنى الناس في البلد، وعشان كده جيري ما كانش همه حد وبيعمل اللي هو عايزه. واثناء ما كان بيتمشى في السوق بيشوف راجل بيبيع احجار كريمة، وجيري بيعجبه حجر عند الراجل ده وبيقرر ياخد الحجر من غير ما يدي البياع فلوسه. ولما البياع بيطلب فلوس الحجر جيري بيضربه، وساعتها في كان واقف وشايف اللي حصل وبيقول للبياع الغلبان ما تزعلش انا هجيب لك حقك، وبيروح يتخانق مع جيري. وبالرغم ان في شاب مشاغب وبتاع مشاكل بس مش بيحب يشوف حد بيفتري على الناس الغلابة، وجيري كان بيلعب كونغ فو بس في كان اقوى منه. وفي بينزل في جيري ضرب من غير رحمة قدام كل الناس، وده اللي بيخلي جيري يمسك سيف عشان يدافع عن نفسه، بس في مش بيهمه وبيقدر يهزمه، وكمان بياخد منه السيف وبيحطه على رقبته لحد ما جيري استسلم وفضل يعيط. وفي بعدها بياخد الفلوس من جيبه وراح اداها للبياع الغلبان. وبنرجع لأم لين اللي بتكون قاعدة مع المعلم وونج، وبنعرف ان ام لين تبقى اخت المعلم وونج. وفي الوقت ده في بيوصل مدرسة الشاولين، ولما بيشوف ام لين قاعدة مع ابوه بيتفاجئ وبيتسحب بهدوء عشان محدش يحس بيه، بس ابوه بيشوفه وهو بيتسحب وبينده عليه وبيطلب منه يجي عشان يسلم على عمته. وفي بيتفاجئ ان الست دي تبقى عمته لانها بتكون اول مرة تزورهم، وبيروح لها في وبيكون مش عايزها تشوف وشه، لكن عمته بتصمم انها تشوفه وبتتصدم لما بتعرف انه الولد اللي هي ضربته لما عاكس بنتها. وونج بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، فبتقوله ان في عاكس بنتها وهي ضربته، وبتقوله كمان انه شتمهم وكان عايز يضربهم. وونج لما بيسمع كده بيضرب في بالقلم وبيوقعه على الارض، ولسه كان هيكمل ضرب فيه بس بيدخل عليهم واحد اسمه لي، ولي ده هو ابو جيري اللي لسه في متعارك معاه ومبهدله. وبنشوف جيري وهم شايلينه وما كانش قادر يتحرك بسبب اللي عمله فيه. ولي بيقول لونج عجبك اللي ابنك عمله في ابني ده؟ كسر له رجله ودراعه وخلاه مش قادر يتحرك. ورجالة لي كانوا عايزين ياخدوا حقهم ويضربوا بس في الوقت ده عمته بتتدخل وبتدافع عن وبتقول لهم انا عارفة انكم ليكوا حق ولازم تاخدوه، وعشان كده احنا لازم ننظم
مباراة بين في وواحد من رجالة لي، ولي بيوافق وبيختار أحسن مقاتل عنده عشان يلاعب في، وبتبدأ المباراة بينهم. والراجل اللي ليه اختاره كان قوي فعلا، وبيفضل يضرب في وبيوقعه على الأرض، بس في بيقوم تاني وبيقاتل بكل قوته، وعمته بتفضل تديله نصايح عشان يقدر يكسبه، وفي بيسمع كلام عمته وبيقاتل بالطريقة اللي قالت له عليها، وبيقدر فعلا انه يتغلب على الراجل ده. وليه بعدها بياخد ابنه والرجالة بتاعته وبيمشوا من المكان. وونج بيكون متعصب من في بسبب المشاكل اللي عملها له، وبيقول له انت لازم تتعاقب عشان تعقل شوية، وبيأمره يعمل تدريب صعب اسمه تدريب الحصان، وبيكون عبارة عن ان في هيفضل ثابت على الوضع ده، وبيكون شايل اطباق على كتفه ودماغه، وبيحط تحتيه شمعة عشان لو اتهز يتلسع من الشمعة. وبيكون مدة التمرين 5 ساعات متواصلين من غير راحة، وبيخلي المساعد يراقبه وهو بيعمل التمرين. وطبعا المساعد كان فرحان وهو شايف في بيتعذب، وده لان في كان لسه مهزقه الصبح قدام كل الطلاب. والمساعد مش بيكتفي بكده، ده كمان بيروح عشان يزود صعوبة التدريب اكتر، وبيكب مية سخنة في الطبق اللي على دماغ في، وبيفضل يستفز في ويضحك عليه. واول ما المساعد بيمشي بيظهر جيمي صاحب في، وبيكون معاه كرسي، وبيروح يحط الكرسي ده لفي عشان يقعد يستريح شوية. بس ابو في بيجي وبيشوفه وهو قاعد على الكرسي، وبيقول له انت بتحاول تغش في التمرين، طب ايه رأيك اني هجيب لك عمك سوهاي وهو اللي هيدربك بنفسه. وونج بيقول للمساعد يلغي التدريب ده ويحضر له تدريب اصعب، والمساعد بيوقفه على عصايتين وبيكتف ايده، وكمان بيربط في رقبته كورة كبيرة مليانة مية. بس جيمي بيظهر تاني عشان يساعد في، وبيجيب له اكل عشان ياكل، وبيفك الحبل اللي كان مربوط بيه وبيحرره. وجيمي بيسأله هو اللي انا سمعته ده صح؟ وفي بيسأله ايه اللي انت سمعته؟ فجيمي بيقول له هو عمك سوهاي هيجي بنفسه عشان يدربك؟ وفي بيقول له ايوه ابويا قال لي كده. فجيمي بيقول له انت ما سمعتش عن عمك وعن تدريباته؟ وبيقول له دي تدريباته محدش بيقدر يستحملها، وبيفضل يخوفه من عمه سوهاي. وبيقول له انا كان في واحد صاحبي بيتدرب عنده، وبسبب تدريباته القاسية صاحبي بقى مشوه واسنانه وشعره وقعوا وحياته باظت. وفي بيبدأ يخاف من الكلام اللي بيسمعه، وجيمي بيقول له الحل انك تهرب من هنا قبل ما عمك يجي. وفعلا في بيسمع الكلام وبيهرب، بس قبل ما يهرب من البلد بيدخل الاول مطعم لانه كان جعان جدا، وبيشوف في المطعم راجل غني قاعد لوحده، فبيروح يقعد معاه وبيطلب اكل كتير جدا. والراجل بيتفاجئ من الطريقة اللي في كان بياكل بيها، لان في كان بياكل بسرعة ومش بيشبع، وده عشان في كان طول اليوم بيتدرب تدريبات قاسية وما كانش اكل اي حاجة من الصبح وكان ميت من الجوع. وبعد ما مسح كل الاكل اللي على الترابيزة بياخد بعضه وبيمشي، بس مدير المطعم بيوقفه وبيسأله على حساب الاكل. وفي بيقول له الحساب عند الراجل اللي كنت قاعد معاه ده، وبيقول له الراجل ده يبقى ابويا وهو اللي هيدفع. لكن المدير بيقول له الراجل اللي انت قصدك عليه ده يبقى صاحب المطعم، وانا بقى ابقى ابنه يا ناصح. وبيقول له مش هتطلع من هنا الا لما تحاسب على كل اللي انت اكلته. وبيبدأ عمال المطعم يحاوطوا في من كل حتة، وفي بيقول لهم انا نسيت محفظتي وهروح اجيبها بسرعة واجي اديكوا فلوسكوا. بس قبل ما يهرب بيظهر راجل عملاق قدام في وبيوقفه، وبيبدأ العمال يتجمعوا على في وبيضربوه. وفي بيفضل يضرب فيهم كلهم، بس بيجي الراجل العملاق ده وفي مش بيقدر عليه، وبعدها بيمسكوا يكتفوا وبيخلي العمال تنزل فيه ضرب. ووسط كل ده بيظهر شخص عجوز وبيقرر يدافع عن في، وبيقول لهم كلكوا عليه يا ولاد الكلب. وبيروح الراجل العجوز ده مدور الضرب في كل عمال المطعم، والعمال كانوا مستغربين ومش عايزين يضربوه عشان راجل كبير. بس الراجل العجوز ده بيطلع ماهر في الفنون القتالية، وبيدور الضرب فيهم واحد ورا التاني ومحدش بيعرف يلمسه، لحد ما كل العمال بتترمي على الأرض ومحدش منهم بيقدر يقوم من مكانه. وبعدها بياخد في وبيهرب من المكان بسرعة، وبيوصلوا عند شجرة وبيقعدوا يستريحوا عندها. وفي بيقول له أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنت وقفت جنبي وأنت ما تعرفنيش ودافعت عني. وبيسألوا في على اسمه، والراجل بيقول له أنا اسمي المعلم سوهاي. وفي بيقول له إن في واحد اسمه المعلم سوهاي برضه هو اللي بوظ له حياته وخلاه يهرب من مدرسة الشاولين وما يسمعش كلام أبوه. وبيقول له إن المعلم ده يبقى عمه وبيفضل يشتم فيه. وساعتها الراجل بيقول له ما أنا أبقى عمك سوهاي اللي أنت بتشتمه. وبيقول له أنا جيت البلد هنا عشان أدرب واحد فاشل اسمه في. وفي بيتصدم من اللي سمعه وبينط من مكانه وبيطلع يجري عشان يحاول يهرب منه، لكنه بيلاقي
بيلاقي سوهاي ظهر قدامه تاني في كل مكان بيستخبى فيه، وبيبدأ معاه التدريبات فورا، وبيقوله أنا وعدت أبوك إني هدربك ولازم أوفي بوعدي ليه، وأنا عارف إن تدريبك هيبقى صعب وهياخد مني وقت كتير. وفي كل ما بيحاول يضرب المعلم سوهاي بيفشل وهو اللي بيتضرب، وسوهاي بيفضل يضربه ويهزق فيه عشان ما يحاولش يقاوم بعد كده. وفي بيحاول يستخدم كل أساليب القتال اللي اتعلمها، لكنه بيفشل في كل مرة بيحاول يضرب فيها المعلم سوهاي. وسوهاي كان بيستخدم أسلوب خاص بيه في الكونغ فو، والأسلوب ده اسمه المعلم السكران، والأسلوب ده محدش بيستخدمه في العالم غيره. وبيجبر في الآخر إنه يستسلم ويرضى يتدرب، وبيروحوا هما الاتنين لبيت سوهاي عشان يبدأوا التدريبات. وبيبدأ معاه التدريبات من أول ما بيدخلوا البيت، وبيفضل سوهاي يضربه عشان يخليه قوي ويزود عنده قدرة التحمل، وكمان يخليه يسمع كلامه في كل حاجة. وبالليل في بيستنى المعلم سوهاي ينام، وبيقوم يتسحب وبيحاول يهرب بشويش، لكن بيتفاجئ إن سوهاي كان ربطه من صباع رجله، وبيطلع إنه مش نايم، وبيقوله عايز تهرب مني تاني. وفي بيخاف وبيقوله أنا بس كنت عايز أروح الحمام. وتاني يوم بيصحوا بدري، وبيبدأ سوهاي يصعب التدريبات عليه أكتر، وبيخليه يقف على 4 خزانات كبار، وبيكون فيهم خزان مليان مية، وبيطلب منه ينقل المية من خزان للتاني. وفي نص التدريب حس إنه خلاص اتخنق، وراح ناطط في الخزان اللي فيه المية وعمل كأنه بيغرق. وسوهاي لما بيشوفه بيغرق بيجري عليه عشان يلحقه، بس لما بيوصل للخزان في بيسحبه في الخزان مكانه، وخرج هو بسرعة، وبيحط الغطا فوق الخزان، وكمان حط فوقيه صخرة كبيرة، وبيطلع يجري من المكان وبيهرب من بيت سوهاي. وبيوصل لمكان بعيد وبيقعد يرتاح، وبيولع نار عشان ينشف هدومه اللي كلها مية. وفي الوقت ده بيظهر قدام في شخص خطير اسمه ساندر، وساندر بيقوله انت بتعمل ايه هنا جوه بيتي، وبيطلب منه يمشي من قدامه حالا. وفي ما كانش عارف ان ساندر ده يبقى قاتل مأجور، وبينفذ جرائم القتل بتاعته مقابل الفلوس اللي بياخدها من العصابات. وفي بيقول لساندر انا مش همشي من هنا الا لما هدومي تنشف، وده بيخلي ساندر يتعصب، وبيقرر يعلم في الادب، وبيبدأ يقاتل في وبيحاول يضربه، وبيديله بالرجل وبيوقعه على النار اللي عاملها. ولما في بيحاول يهجم على ساندر عشان يضربه بيفشل، وبيطلع ان ساندر كان مقاتل محترف برضه في الكونغ فو، وبيفضل يضرب في وبيهزقه، وبيقول له انت مستواك في الكونغ فو ضعيف وفاشل. وفي بيتعصب وبيحاول يثبت له انه مش فاشل، بس ساندر بيزود الضرب فيه اكتر وبيفرمه، وبيضربه بكل عنف، وبيعلمه الادب، وبيوقعه على الارض، وبيدوس على وشه عشان يهينه اكتر. وساندر بيقول له انت قدامك سنين تدريب عشان تقدر تهزمني، وبيخليه يزحف حرفيا تحت رجله، وكمان بيمسك هدوم في وبيحرقها قدام عينه. وفي بيحس انه اتكسر وكرامته اتهانت، وبيطلع يجري من المكان بسرعة، وبيتضايق جدا من اللي حصل معاه من ساندر، وبيفضل يعيط، وبيقرر انه لازم يتدرب جامد ويبقى اقوى عشان يرجع ينتقم منه. وبيرجع لبيت عمه سوهاي عشان يكمل التدريب، وسوهاي كان قاعد بينشف هدومه وحزين انه فشل في تدريب وفي بيوصل وبيحاول يصالح عمه، بس سوهاي بيرفض ومش بيرد على بس في بيجيب له حاجة يشربها، وبيفضل يتأسف له، وبيقول له انا قررت ارجع واكمل تدريباتي معاك. وساعتها سوهاي بيوافق وبيقرر يسامحه. وتاني يوم بيبدأ معاه التدريبات من جديد، وفي كان بيتدرب وكل اللي في دماغه انه يبقى جاهز لساندر، وسوهاي بيفضل يدربه بكل قوة، وبيعلمه كل اساليب الكونغ فو الخطيرة، وبقى بيعامل في زي واحد من عياله. ويوم بعد يوم بيصعب التدريبات على في اكتر، وبيخلي في يعمل تدريب صعب جدا، وهو ان في بيكون متعلق ومربوط من رجله، وبيكون تحت منه في خزانين مليانين مية، والمطلوب من في انه يملى الجردل اللي فوق من الخزانين الصغيرين اللي تحت، وكل ده باستخدام فنجانين صغيرين. والتمرين ده بيكون صعب وهياخد وقت طويل جدا، بس في بيلاحظ ان المعلم سوهاي نام، وساعتها بيقرر انه يغش في التمرين، وفك نفسه ونزل يملى الجردل بسرعة، وراح بعدها لسوهاي وكان عامل فيها انه تعبان، وقال له انا خلاص خلصت ومليت الجردل وعايز ارتاح شوية. بس بيكتشف ان سوهاي كان عامل نفسه نايم، وكان شايفه وهو بيغش وبيضحك عليه، وعقابا ليه بيدي الفي فنجانين اصغر، وبيقول له روح بقى يا شاطر فضي المية اللي في الجردل في الخزانين تاني. وفي بيضطر انه يسمع الكلام وبيروح يكمل التمرين، وبعد ما بيخلص سوهاي بيطلب منه يكسر الجوز بايده، وفي كان مفكر الموضوع سهل، بس لما بيحاول مش بيقدر، لكنه بيفضل يحاول كذا مرة
مرة لأن التدريب ده هيقوي أعصابه، لحد ما بيقدر إنه يكسرهم بإيده كذا مرة. وبيروح لسوهاي وبيقوله أنا تعبت جدا من التمارين ومش قادر. فسوهاي بيقوله طب كفاية كده النهاردة، وبياخده وبيروحوا للمدينة، وهناك بيشوفوا ناس بتلعب مراهنات على الألعاب، وبيدخل سوهاي وبيحط فلوس وبيشارك معاهم. وسوهاي كان تركيزه قوي جدا وبيقدر يكسب كتير، بس كان في واحد اسمه ايرون واقف بيتفرج، وايرون مش بيكون عاجبه اللي بيحصل وان سوهاي عمال يكسب، وبيروح لسوهاي وبيقرر يتحداه. وايرون فضل يحرك اللعبة بسرعة، بس سوهاي كان مركز وقدر يقفشه لما حاول يغش في اللعبة، وده اللي بيخلي ايرون يفركش اللعبة عشان ما يخسرش، وسرق الفلوس وسط الفوضى دي وحاول يهرب، لكن سوهاي بيقدر يمسكه قبل ما يهرب. وفي راح له عشان ياخد منه الفلوس، بس ايرون بيرفض وبيقول له لو عايز الفلوس تعال خدها ووريني نفسك. وبيبداوا هما الاتنين يتخانقوا، وفي كان بيحاول يضرب ايرون بس كل مره بيفشل لان ايرون حركاته كانت سريعه جدا، لحد ما بيقرر سوهاي يساعد في وبيديله شاكوش، وفي بيضرب ايرون بالشاكوش على دماغه لحد ما بيقدر يتغلب عليه. وبيرجع في وسوهاي للبيت تاني عشان يكملوا التدريبات، وسوهاي بيدرب في على تمرين يقوي بيه اعصاب ايده، بس بنلاحظ ان ايد المعلم سوهاي كانت بتترعش، والمشروب اللي دايما بيشرب منه بيكون خلص. وساعتها بيطلب من في يروح يجيب له نبيت من السوق وبيديله فلوس، بس في بياخد الفلوس وبيروح ياكل في مطعم، وبيصرف كل الفلوس اللي خدها من سوهاي على الاكل، وبعدها بيملى الازازه اللي سوهاي كان مديها له بميه بدل النبيت. وسوهاي كان في البيت مستني في وحالته بتسوء اكتر، وفي الوقت ده بيدخل ايرون على سوهاي وبيكون جايب معاه اخوه بامبو عشان ياخد له حقه من سوهاي وفي. وبامبو كان بيستعد عشان يتعارك مع سوهاي لانه ما كانش يعرفه، بس لما عرف ان ده يبقى المعلم سوهاي اللي الناس كلها بتخاف منه بيرجع في كلامه وبياخد بعضه وكان لسه ماشي، بس ايرون بيوقفه وبيقول له انت مصدق ان ده المعلم سوهاي الحقيقي؟ انت مش شايف ايده بتترعش ازاي؟ ده اكيد بيحور عليك عشان ما تمسكوش تضربه. وبامبو بيقتنع بكلام ايرون وبيرجع تاني وبيهجم على سوهاي عشان يضربه، وسوهاي مش بيقدر يقاوم لان اعصاب ايده كانت بايظه ومش عارف يتحكم فيها، وعشان كده بينزل بامبو فيه ضرب من غير رحمه. وفي الوقت ده في بيوصل وبيشوف سوهاي وهو بيتضرب، وسوهاي بيطلب منه يحدف له النبيت بسرعه، ولما بيشرب منه بيعرف ان دي ميه مش نبيت. وبامبو بيهجم عليه تاني ولسه كان هيضربه، بس في بيتدخل وبيدافع عن سوهاي وبيضرب بامبو، وبالرغم من كده بيفضل بامبو يقاتلهم هما الاتنين ومش بيخاف منهم، وبيفضل يضرب فيهم لحد ما هما الاتنين بيهربوا منه، وبيفضلوا مستخبيين من بامبو لحد ما بيمشي. وبعدها بيرجعوا البيت تاني، وفي كان ندمان على اللي حصل لانه هو السبب لما صرف الفلوس وما جابش النبيت لسوهاي. وسوهاي بيقول له دي اول مرة اخسر قتال في حياتي وكل ده بسببك انت. وفي بيقول له ما انت لو كنت علمتني الاسلوب بتاعك في القتال من الاول ما كانش كل ده حصل، لكن انت فضلت تمرني على الضغط والعقلة والتمارين التقليدية اللي ملهاش لازمة. فسوهاي بيقول له انا كل ده بجهزك عشان تتعلم الاسلوب بتاعي، وده اسلوب المعلم السكران. وسوهاي بيشرب نبيت وبيبدأ يعلم فيه كل حاجة، وبيقول له ان اهم حاجة في الاسلوب ده انك تبقى سكران في القتال، واهم ميزة في الاسلوب ده هي ان خصمك بيفتكر انك تعبت وخلاص هيكسبك، بس انت بتكون في قمة تركيزك وقتها وساعتها بتقدر تهزمه بكل سهولة. وتاني يوم في بيشرب نبيت وبيبدأ يتدرب على اسلوب المعلم السكران، وبينفذ كل التعليمات اللي خدها من سوهاي، ومع التمارين لياقته بتتحسن اكتر لما بيتدرب وهو سكران. وبنرجع لمدرسة الشاولين بتاعة المعلم وونج، ولي بيدخل على وونج وبيتكلم معاه، وبنعرف ان لي كان عايز يشتري اراضي من اهل القرية لكنهم بيرفضوا يبيعوها عشان وونج قال لهم يعملوا كده. ولي جاي دلوقتي وبيسأل وونج ليه قلت لهم يعملوا كده، فوونج بيقول له انا قلت لهم محدش يبيع لك حاجة عشان انا عارفك كويس، وعارف كمان انت اخترت الاراضي دي بالذات ليه، عشان الاراضي دي تحتها دهب واهلها ما يعرفوش كده، وانت عايز تضحك عليهم وتشتريها منهم بسعر رخيص. وليه بيتفاجئ ان وونج عارف بموضوع الدهب ده، وبيقرر ساعتها يعرض عليه نسبة من قيمة الدهب، بس في المقابل يقنع الناس انها تبيعها له.
بس وونج بيرفض وبيقوله الدهب ده بتاع أهل القرية، وأنا مش هسمح لك تضحك عليهم وتسرق دهبهم. وليه ساعتها بيتعصب وبياخد رجالته وبيمشوا، وبيبعت رسالة لساندر القاتل المأجور اللي شفناه قبل كده، وبيطلب منه يقتل المعلم وونج مقابل مبلغ كبير. وساندر بيوافق إنه ينفذ المهمة. وبنرجع لفي اللي بيقرر يروح مدرسة المعلم بامبو، وبيقتحم عليه المدرسة وهو وسط الطلاب بتوعه، وبينزل ضرب فيه بكل شجاعة عشان ينتقم منه. وكان واضح إن في بقى ماهر في القتال بعد ما اتعلم الأسلوب الجديد، وبامبو ما كانش عارف يوقفه ومستغرب إنه اتحول كده. وأثناء القتال بيشرب نبيط عشان يسكر أكتر، ولما بامبو بيهجم عليه في بيتفاداه وبيضربه، وبيفضل يشرب في النبيط لحد ما بيبان عليه إنه سكران جدا. وبامبو لما شافه سكران وبيتطوح بيفتكر إنه خلاص هينتصر عليه، بس بيتفاجئ إن في كان مركز أكتر وحركاته بقت سريعة أكتر، وبيقدر يهزمه بكل سهولة. وبيروح يجيب كمية كبيرة من النبيت للمعلم سوهاي، وبيرجع عشان يحكي لسوهاي على اللي حصل، بس بيتصدم لما مش بيلاقي سوهاي في البيت، وبيلاقي رسالة من المعلم سوهاي قدامه، وكان مكتوب في الرسالة إن تدريبك خلاص انتهى، وانت كده اتعلمت كل الفنون القتالية اللي ممكن تحتاجها في حياتك، وكمان اتعلمت الأسلوب اللي هيخليك تنتصر على أي حد. وأنا دلوقتي عايزك ترجع لأبوك وتسمع كلامه، ولو احتجتني في أي وقت هجيلك. وفي بيتضايق لأنه اتعلق بالمعلم سوهاي جدا، لكنه بيقرر يسمع كلامه في الآخر. وبنروح لمدرسة الشاولين، وبنشوف طالب بيجري على المعلم وونج وبيقوله إن رجالة لي بيحفروا في أراضي الناس بالعافية عشان ياخدوا الذهب. فوونج بيروح بسرعة مع الطالب ده عشان يمنع ليه، والطالب بياخد وونج وبيوصلوا المكان مقطوع، وبيطلع إن كل ده بيستدرجوا المكان بعيد عن الناس عشان ساندر يقتله. وساندر بيهجم على وونج وبيفضل يضربه، وبيعرفه إنه جابه هنا عشان يقتله، وبيبدأوا هما الاتنين في القتال. ووونج عشان سنه كبير تعب وما كانش قادر يقاوم، وساندر بدأ يسيطر على القتال وبيضرب وونج لحد ما بيقع على الأرض، ولسه كان هيقتله بس في بيوصل لأبوه. وفي بيتصدم لما بيشوف ساندر قدامه تاني، بس بيقرر المرة دي إنه ينتقم منه على اللي ساندر عمله فيه قبل كده، وبيقرر إنه يبقى شجاع حتى لو هيموت في الآخر. وفي الوقت ده بيظهر سوهاي وبيحدف النبيت لفي، وفي بيشرب النبيت وهو بيقاتل ساندر، وساندر فضل يضربه بكل قوته. بس في لما بيحس انه بقى سكران بيفادي كل ضربات ساندر، وبعدها هجم عليه وفضل نازل فيه ضرب بكل قوة. وساندر مش بيستسلم، وبيفضلوا هما الاتنين مموتين بعض ضرب. وفي بيستخدم كل الأساليب اللي اتعلمها من المعلم سوهاي، وبيقدر انه يتغلب على ساندر ويبقى هو الطرف الأقوى، لحد ما في الآخر طلع فوق ساندر وكسر له رقبته، وبكده يبقى انتقم منه وجاب حق أبوه كمان. والفضل بيرجع للمعلم سوهاي اللي غير حياته. وبنكمل بعد 18 سنة، وبنشوف في محطة القطر، وكان معاه أبوه والمساعد بتاعه، وبنعرف إنهم كانوا في رحلة لمدينة تانية عشان يشتروا منها أعشاب طبية، والمحطة بتكون زحمة جدا والناس فوق بعضها. وفي بيعرف إنهم لازم يدفعوا جمارك على الأعشاب اللي اشتروها، والمبلغ كان كبير وأغلى من تمن الأعشاب أصلا. وبنعرف إن في الوقت ده الإنجليز كانوا محتلين الصين، وكانوا بينهبوا في الثروات وبيسرقوا الآثار اللي في البلد، وأي حد مسافر من مدينة لمدينة تانية بيفرضوا على البضاعة اللي معاه جمارك. وحاليا بيوصل السفير البريطاني لمحطة القطر، وكان معاه الحراس بتوعه اللي شايلين له الشنط، والحراس بيوسعوا الطريق للسفير عشان يروح يركب القطر. وفي الوقت ده في بتجيله فكرة، وبيزق واحد من الحراس وبيوقعه على الأرض، وبيعمل نفسه بيساعده، بس من غير ما حد ياخد باله بيخبي الأعشاب في الشنطة بتاعت السفير، عشان أكيد السفير مش هيدفع جمارك، وبالتالي هيعرف يهرب الأعشاب معاه. ولما يركبوا القطر كلهم هيروح ياخد الأعشاب تاني من شنطة السفير. وبعد ما السفير بيركب القطر الحراس بيسمحوا للناس يركبوا القطر هم كمان، وفي بيجري بسرعة ناحية القطر وبينط من الشباك، وبيحجز مكان لأبوه والمساعد بتاعه. ولما القطر بيوصل المحطة اللي جاية في بيقوم وكان رايح ياخد الأعشاب بتاعته، وأبوه بيسأله رايح فين، فبيقوله في إنه رايح يشتري حاجة ياكلها.
وبيمشي في لآخر عربية في القطر واللي بيكون فيها شنط السفير وعيلته، بس لما بيوصل بيلاقي إن في حرامي بيسرق حاجات من شنط السفير، ولما بيشوف في بيضربه وبينط من الشباك عشان يهرب، وبيطلع فوق القطر وهو ماشي وفي بيكمل وراه، وبعدها بينزلوا هما الاتنين تحت القطر، والحرامي بيحاول يضرب في بالرمح وكان خلاص هيقتله، بس بيقرر يسيبه وبيقوله ما تجيش ورايا تاني، وبيجري الحرامي بعيد عن القطر، بس في بيروح وراه برضه، وبيقرروا هما الاتنين يدخلوا في معركة، وفي بيشرب وبيحاول يطبق اسلوب المعلم السكران، بس بيطلع ان الحرامي عارف الاسلوب ده كويس، وبيقدر يتصدى لكل ضربات في بكل مهارة لحد ما بيقرر في يوقف القتال، وبيقرر يتعرف على الحرامي لانه كان معجب بالمهارات القتالية بتاعته، والحرامي بيقوله انه اسمه فوماتشي وانه واحد من اعضاء المقاومة الصينية اللي بيحاربوا الاحتلال الانجليزي وبيحاولوا يطردوه من البلد، وبيقوله انه سرق العلبة دي عشان فيها آثار صينية والسفير كان بيحاول يهربها من البلد. وفي الوقت ده في بيلاقي القطر بعد عنهم وبيطلع يجري ورا القطر بسرعة عشان يلحقه، وفي واحد بيساعد في عشان يركب القطر، وبعد ما بيركب القطر بيلاقوا الحراس داخلين عليهم، وبيقرروا ساعتها يفتشوا كل شنط الركاب عشان بيكونوا اكتشفوا ان في حاجة اتسرقت من شنط السفير، وفي بيعمل نفسه نايم بس الحراس بيصحوه وبيطلبوا منه يوريهم كل الشنط اللي معاه، وفي بيطلع كل الشنط وبيفتحها، بس ما كانش يعرف ان العلبة اللي فيها الاعشاب اتبدلت مع العلبة اللي فوماتشي سرقها، وبتكون دي العلبة اللي فيها القطع الاثرية، وفي بيخاف وبيخبي العلبة بسرعة، بس الحراس بياخدوا بالهم وبيطلبوا منه يوريهم العلبة اللي خباها، وفي بيكون مش عارف يتصرف ازاي وقتها، بس في واحد بيتدخل وبيطلع انه نفس الراجل اللي ساعد في يركب القطر، وبيبدأ يتكلم مع الحراس وبيقول لهم ان في واللي معاه دول دكاترة واكيد مش هم اللي سرقوا الحاجات اللي بتدوروا عليها، وبيعرف الحراس انه ضابط مخابرات في الجيش الانجليزي وهو دلوقتي في مهمة سرية وبيراقب في واللي معاه، وبيطلب منهم ما يكشفوهوش قدام في وياخدوا بعضهم ويمشوا، وفي كان مستغرب جدا من اللي الراجل ده عمله وما بيكونش عارف هو ليه عمل كده، والسفير بعد ما بيروح بيته بيكون متعصب جدا وبيفضل يزعق لكل الحراس وبيعرفهم ان التمثال الصيني اللي كان واخده اتسرق، وبيقول للمساعد بتاعه جون لازم ترجع لي التمثال ده بأي طريقة. والناحية التانية في وابوه بيرجعوا المدينة بتاعتهم وبيروحوا على مدرسة الشاولين بتاعت ابو وفي كل ده ما كانش قال لابوه على اللي حصل معاه في القطر، وبيوصل واحد اسمه تشان وام في بتستقبله، وبنعرف ان تشان ده يبقى صاحب وونج ابو وهو اللي كان طالب من وونج يجيب له الاعشاب الطبية، وفي بيتحط في ورطة لان الاعشاب مش معاه، وبيحكي لامه ان العلبة اللي كانت فيها الاعشاب اتبدلت، وبيطلب منها تساعده يطلع من المشكلة دي دلوقتي، وامه بتتعصب عليه وبتقوله انت ضيعتها، ده ابوك مش هيسيبك، هنعمل ايه دلوقتي؟ وفي بتجيله فكرة وبيخلي امه تروح تتكلم مع ابوه في اي حاجة عشان تشغله، وهو بيروح يجيب اي زرعة تانية وبيديها لتشان، وتشان بياخد الاعشاب وبيفرح وبياخد بعضه وبيمشي، وبنروح لمصنع فحم كبير في الصين وبنشوف ان الانجليز بيشغلوا الصينيين بالاجبار وبياخدوا كل انتاج المصنع وبيصدروه لبريطانيا ببلاش، ومدير المصنع بيدخل على العمال وهم شغالين وبيكون اسمه هنري وشكله صيني، لكن هنري بيكون انجليزي بس من ام صينية، وبيطلب من العمال انهم يشتغلوا ساعات اضافية عشان يزودوا الانتاج اكتر، لكن كل ده بنفس المرتب، وبيقول لهم اي حد مش عاجبه النظام الجديد الباب يفوت جمل، والعمال كلهم بيعترضوا وبياخدوا بعضهم وكانوا ماشيين، بس هنري بيتعصب عليهم وبيقول لهم انتوا هتشتغلوا بالعافية، وبينزل للعمال وبيدور الضرب فيهم وبيفضل يضرب في العمال بدون رحمة، وبيقول للعمال محدش منكم هيمشي من هنا ولا هيشوف اهله لحد ما كل الشغل يخلص. وتاني يوم في بيكون رايح يشتري حاجات من السوق وبيروح لبياعة اسمها فان، وفان كانت معجبة بفي وبمهاراته القتالية، وبيفضلوا يتكلموا هما الاتنين ويضحكوا مع بعض، وفي بياع تاني اسمه لاو بيشوفهم وبيتضايق لانه كان بيحب فان وبيغير عليها لانها معجبة بفي، وبيروح لفي وبيطلب منه يتحداه في قتال، وبيقول له اسلوب المعلم السكران بتاعك ده ضعيف وانا حافظه كويس، ولو كسبتني هخليك تشتري بعد كده اي حاجة من عندي ببلاش،
وفي بيكون مش عايز يدخل معاه في قتال لكنه بيوافق، وبيبدأ القتال بينهم، وفي بيقدر يصد كل ضرباته وبيتحرك في منتهى السرعة والناس كلها بتسقف له. وبعدها بيبدأ يضرب لاو لحد ما بيقدر يهزمه، وبيروح يسلم عليه وبيسيبه بعدها وبيمشي. وبعدها بيروح في لأمه اللي كانت مستنياه، وبنعرف ان في ضباط بيراقبوا في السر لانهم كانوا شاكين ان العلبة اللي فيها التمثال الصيني معاه. وواحد منهم بيروح يسرق الشنطة بتاعت ام في وبيجري، وفي بيطلع يجري وراه، والظابط بيحدف الشنطة لظابط تاني، وفي بيكمل وراه لحد ما بيقدر يمسكه وياخد منه الشنطة. ولما بيكون راجع لأمه تاني باقي الظباط بيوقفوه، وهنري بيكون معاهم وبيقول لفي انت زقتني وانت بتجري. وام في بتوصل وبتقوله معلش هو ما كانش يقصد، بس هنري بيلف وبيضربها بالقلم، وفي بيتعصب وبينزل فيهم ضرب كلهم، وبيمسك واحد واحد وبيبهدله. وهنري بيكون واقف بعيد وسايب رجالته هما اللي يتعاملوا، وام في بتجري عشان تجيب ازايز نبيت وبتحدفها لفي، وفي بياخد الازايز في نص المعركة وبيبدأ يشرب لحد ما بيسكر. وساعتها في بيقدر انه يخلص عليهم كلهم، وده اللي بيخلي هنري يتدخل وبيتعارك مع في. بس في بيكمل شرب وبيصد كل ضربات هنري، وبيمسك هنري من رقبته وبيحدفه على الارض، وهنري بياخد رجالته وبيهربوا من المكان بسرعة. وفي الوقت ده بيوصل المعلم وونج، وام في بتحكي له على اللي حصل. فوونج بيروح لفي وبيلاقيه سكران، ومن كتر ما كان سكران بيفتكر ان ابوه واحد من رجالة هنري وبيقاتله. وونج بيمسكه وبيقول له انا ابوك يا متخلف، لحد ما اخيرا في بياخد باله ان ده ابوه. ولما بيرجعوا البيت ابوه بيفضل يضربه عشان كان متفق معاه ما يشربش تاني ولا يعمل مشاكل، وبيكون خايف عليه وعايزه يهدى شوية. وام في لما حاولت تدافع عنه وونج بيزعق لها وبيقول لها ما تتدخليش سيبيني اعرف اربيه. وبتدخل عليهم مرات تشان وبتروح لوونج وبتقول له ان الاعشاب اللي انت جبتها لجوزي مش هي دي اللي هو طلبها منك، واكتشفنا ان دي اعشاب سامة، وتشان اتسمم ونقلناه للمستشفى وحالته خطيرة. وونج بيتصدم وبيتأسف لها وبيروح للخادم بتاعه وبيسأله فين الاعشاب اللي احنا اشتريناها. والخادم لما بيتزنق بيقول له بصراحة بقى هو في السبب، والاعشاب اللي احنا اشتريناها ضاعت واتبدلت في القطر. وفي جاب اعشاب تانية عشان يعرف يعدي الموقف. وونج بيتعصب اكتر وبيروح يكمل ضرب وفي بيكون لسه سكران ومش واعي باللي بيحصل. وابوه بيجيب برميل مليان نبيت وبيشربه وفي بيكون مش قادر يشرب تاني وبيكسر البرميل. وفي غصب عنه ولانه سكران ضرب ابوه. فوونج بيتصدم وبيقول له اطلع بره، انت من النهارده مش ابني ولا عايز اعرفك تاني. وفي بيروح لمطعم وبيفضل يشرب اكتر. وفي الوقت ده بيوصل هنري ورجالته، ولما بيشوفوا في سكران كده ومش شايف قدامه بيقرروا يروحوا له وياخدوا حقهم منه. وجون المساعد بتاع السفير بيضربه وبيكسر بيه الترابيزه. ولما في حد كان بيحاول يدافع عن رجالة في مسكوه وعلموه الادب، وفي كان مش قادر حتى يقف على رجله ويدافع عن نفسه. ورجالة هنري مسكوا في وعلقوه عريان في نص البلد. ووونج بيشوف في وهو متعلق وبيؤمر الخادم ينزل في ويرجعه البيت تاني. وفي بيدخل في حالة حزن على اللي حصل له وبيفضل يعيط لانه اتهان قدام كل سكان المدينة. وتاني يوم بيروح لابوه بيتأسف له وبيقول له من النهاردة مش هشرب تاني. وبالليل بيوصل الحرامي فوما تشي لمدرسة وونج وبيسأل على وأم في وقتها بتفتكره واحد من الضباط وفتحت الباب وفضلت تضرب فيه. وفوما تشي كان بيحاول يفهمها انه صاحب بس هي مش بتديله فرصة وبتفضل تتقاتل معاه وتضربه. وفي بيخرج وبيشوف امه بتتعارك فبيروح يتقاتل مع فوما تشي وبيضربه هو كمان لحد ما وونج بيتدخل وبيفض الخناق بينهم. وفوما تشي بيقول لوونج انه من المقاومة الصينية، ووونج بيدخله البيت وبيجيب له حاجة يشربها. وفوما تشي بيحكي له عن اللي حصل في القطر وان علبة الاعشاب اتبدلت بالعلبة اللي فيها التمثال. وفي وقتها بيدي لفوما تشي التمثال تاني. وتاني يوم في بيقعد يتكلم مع فوما تشي وبيسأله انت ليه كنت عايز تسرق التمثال ده من السفير. وفوما تشي
تشي بيقوله التمثال ده واحد من أقدم التماثيل الصينية، والسفير الإنجليزي كان سارق التمثال ده وعايز يهربه لإنجلترا، وهيفضلوا يسرقوا تماثيل وآثار أكتر وينهبوا البلد، وأجيالنا لما تكبر مش هيبقوا عارفين يشوفوا تاريخ بلدهم، وعشان يشوفوا الآثار بتاعتهم هيضطروا يسافروا إنجلترا وأكنهم سياح ورايحين يشوفوا حاجة مش بتاعتهم. ففي بيتأسف لفوما تشي وبيقوله أنا ما كنتش أعرف إن كل المصايب دي بتحصل وإنت طلعت وطني وخايف على البلد. بس فجأة وهم بيتكلموا بيلاقوا مقاتلين كتير بيجروا عليهم، وبنعرف إن دول رجالة السفير الإنجليزي هو اللي بعتهم عشان ياخدوا التمثال الصيني من في ويعلموه الأدب. وبرغم عددهم الكبير إلا إن في وفونا تشي بيقفوا قدامهم وبيقاتلوهم وبيتحدوا مع بعض وبيقدروا إنهم يتخلصوا من عدد كبير منهم، وبيخرجوا من المكان وبيكملوا الخناقة في الشارع. وفي بيقول لفوما تشي ياخد التمثال ويهرب ويسيبه، بس للأسف جون بيوصل لفوما تشي وبيضربه بالنار وبياخد التمثال منه وبيهرب. وفي بيتعصب وبيروح لفوما تشي وبيلاقيه بيموت، وقبل ما يموت بيقول لهم انتوا لازم ترجعوا التمثال ده مهما حصل. وفي بيقرر وقتها انه هيرجع التمثال ده حتى لو على حساب حياته. وبالليل بيروح في وصاحبه لاو للسفارة وبيلبسوا لبس الحراس وبيدخلوا السفارة وبيفضلوا ماشيين من غير ما حد ما يشك فيهم، وبيدخلوا الأوضة اللي فيها التمثال عشان يسرقوه. بس ساعتها الأنوار كلها بتتفتح والسفير بيدخل عليهم والحراس بيقبضوا عليهم وبيسجنوهم، وفي السجن بيفضلوا يعذبوا فيهم وبيخلوا كل المساجين يضربوهم. وبعدها السفير بيقول لرجالته يبعتوا صور في ولاو للمعلم وونج وتقولوا له لو عايز ابنك لازم تبيع لنا مدرسة الشاولين، ولو رفض ساعتها بلغوه ان احنا هنقتلهم. وبالفعل الخبر بيوصل للمعلم وونج اللي بيكون متعصب من في ومن تصرفاته الغبية، ومش بيكون قدامه حل تاني غير انه يوافق على شروط السفير، وبيقرر يبيع له المدرسة في مقابل انه يحرر في ولاو. وتاني يوم في ولاو بيتحرروا، وفي بيكون مستغرب ومش عارف ليه الحراس سابوهم، بس بيعرف ان وونج اضطر يبيع المدرسة للسفير عشان يخرجه. وفي بيتضايق اكتر وبيقول يا ريتهم كانوا قتلوني احسن. وفي مصنع الفحم العمال كانوا بيحملوا البضاعة اللي رايحة بريطانيا وبيكتشفوا ان في آثار صينية جوه الصناديق، وواحد من العمال قرر يهرب عشان يبلغ باقي الناس، لكن بيلاقي الحراس في وشه وبيمنعوه. بس باقي العمال زمايله بيتعاونوا وبيعرفوا يهربوه بره المصنع. والعامل بيروح لفي وبيقوله ان الانجليز بيهربوا الآثار بتاعتنا، وفي بيجمع كل العمال وبيروحوا يعملوا اضراب قدام المصنع وبيشتبكوا مع الحراس وبيفضلوا يضربوا في بعض. وفي بيقرر يدخل المصنع ويحاول يرجع الآثار اللي اتسرقت، وبيقابل رجالة هنري وجون اللي بيحاولوا يمنعوه، وفي بيقف يقاتلهم بكل شجاعة. وبالرغم ان هنري كان بيحاول يولع في إلا انه قدر يتغلب على رجالته ويخلص عليهم. وبيبص لهنري وجون وبيقول لهم انتوا اللي عليكوا الدور. وجون كان مقاتل قوي وحركاته سريعة جدا، وفي كان مش عارف يضربه ولا ضربة، وبيضرب في وبيوقعه على الفحم المولع. وفي بيفضل يفكر لحد ما بيقرر يستخدم اسلوبه في القتال، وبيشرب من البنزين اللي في المصنع عشان يسكر، وبينفخ البنزين على هنري اللي معاه النار عشان يولع فيه، وبيفضل يشرب في البنزين ومش بيكون همه انه كده ممكن يموت. وبيرجع لجون وبيفضل يضربه بكل قوة، وجون لما كان بيضربه في ما كانش بيحس بحاجة وحركاته بتكون اسرع من جون وبيقدر يشيله ويرميه على الارض. وجون بيقع وبيكون مش قادر يتحرك، وبكده بيكون في قدر انه ينقذ الآثار الصينية من السرقة، وده بعد ما قدر ينتصر عليهم ويهزمهم. وبعدها بيدوخ في وبيغمى عليه من كتر البنزين اللي شربه. وتاني يوم الجيش الصيني بيكرم المعلم وونج، وده لان في قدر يلحق الآثار قبل ما تتهرب بره البلد. وفي ما كانش حاضر الحفلة لانه كان محجوز في المستشفى وبيعالجوه من البنزين اللي شربه. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك، وللناس اللي وصلت لاخر الحلقة عايزكم تحطوا الايموجي ده في الكومنتات عشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. واستنوا الحلقة الجاية، ويلا سلام.